عليا؟ ايه اللي بينك وبين جوزي؟ انت ما قلتليش يعني انك عايز تتجوز سامي. كنت عارفها بس شايفك شايل مني اهو. شايل ايه؟ هو احنا مش المفروض كنا اصحاب وتصارحني؟ المفروض كان احنا اصحاب ويعز عليك تفرح لي، مش تقابلني وتعاملني المعامله الوحشه دي قدام الناس. احنا كنا اصحاب. كنا اصحاب. هو هتفتكر بقى ان انا وانت بقينا في كفه واحده وعدايل وكده؟ ما يهمنيش هيحصل ولا تفرق لي. تعالي يا صاحبي. ازيك يا هند؟ عامله ايه؟ عامله ايه يا حبيبتي؟ تعالي يا سهى. مفيش تعالي يا هاني ولا ايه؟ ما انا قلت تعالي يا هاني والله. اتفضلي. عاملين ايه؟ الحمد لله. ازيك يا ساري؟ الحمد لله. عاملة ايه؟ ازيك؟ اخبارك ايه؟ سلم على هشام. ازيك يا اتش؟ اقعد. ايه وانا مش موجود؟ يا حاج ده انت الخير والبركه يا حاج. انا اقدر برضه داخل قلب وشك كده في ايه؟ لا عادي. انت عارف الدنيا مشاغل وكل واحد عنده اللي بيكفيه. طبعا اصدقوا يا اولاد، البيت بيتكم اخش اتوضى واصلي. اتفضل يا ماشي بابا. يا بابا. انت ايه اخبارك بقى يا ساري؟ انا كويسه الحمد لله. انت اخبارك ايه؟ تمام. المهم يا حبيبتي، المهم انت عملت ايه في الشغل اللي انت بتقولي عليه؟ ما تقولوا لي بقى ايه حكايه الناس عمالين يتكلموا ويقولوا انتوا طالعين نازلين مع بعض خارجين مع بعض رايحين جايين مع بعض، في ايه؟ يعني ايه الناس مزودينها قوي. هو ايه اللي مزود؟ انت بتتكلم كده ليه؟ بعدين ده خطيبي والناس كلها هنا عارفه ان هو خطيبي. انت بتتدخل في حاجه ما مالكش تعرفش فيها ان ليه؟ احنا مخطوبين ولا ايه؟ في ايه يا هاني مالك؟ دول مخطوبين، ايه المشكله يعني؟ ما انا عارف ان هم مخطوبين بس لسه ما اتجوزوش. طب وانت حضرتك بتتدخل في حاجه مالكش فيها ليه؟ ده اديك بتقول ده خطيبي، يعني ايه يجي لي في اي وقت حضرتك طالما والدي موجود وطالما الناس كلها هنا عارفه ان هو خطيبي؟ فيها ان انتوا مزودينها قدام الناس. وبعدين هو حضرتك ما خطبتش قبل كده ولا ايه؟ مش ولا فاهمة. دخلت واتجوزت على طول؟ ليه هو انت مش كنت بتيجي برضه لخطيبتك؟ هو ماله جوزك النهارده كده يا سهى؟ شدت حلو علينا كده في ايه؟ ولا انت حاجه مضايقاك في حاجه يا هاني الشغل ولا ايه؟ وجاي تطلعها علينا هنا؟ سيبها على حريتها. اسيب مين على حريته؟ انت عاجبك اللي بيحصل ده؟ احكي لها ان جوزك ما قضاش فتره الخطوبه بتاعته. هتلاقيه بيهزر معاكي عشان ما يقصدش. لا عادي، وعلى طول هزاره جميل كده زي عسل. انا رايح فين يا هشام؟ لا مش هقعد في القعده دي. خد يا هشام. انت لا همشي عشان عنده وقت. سيبيه بس لكم لا، متاخر لسه ولا قايل حاجه خد يا وراه هشام. مشوار. سلام. خد اسمعني بس يا هشام. سيبيه لكم وراه مشوار او متاخر ولا حاجه. الراجل متاخر وعايز يمشي. في ايه اللي مضايقكم يا جماعه؟ هو ايه اللي انت عملته ده؟ وبعدين انت مالك ومال خطيبي؟ يجي يقعد انت مالك ومالنا؟ هو ماله جوزك؟ هاني لو سمحت ما تسيبها على حريتها، انت مالك ومالها؟ هو ايه اللي جوزك بيعمله ده يا سهى؟ مش عارفه والله. هي مالك يا هاني؟ فيك ايه؟ يا بنتي بغير عليها زي اختي. هو انت مش بغير عليا؟ برضه ولا؟ لا مش عارفه بصراحه. انا اقول لك ايه قله الذوق دي؟ معلش يا سيدي تعالي. عاجبك كده؟ اللي انت عملته ده؟ عملت ايه؟ هما الاتنين مزودينها. وانت مالك؟ ده شغل اتنين مخطوبين. انت مالك؟ سهى ما تعليش صوتك عليا. انا عارف انا بعمل ايه كويس. يلا بينا نروح بقى، خلاص نكدت علينا. هو هتروح فين؟ ايه الدوشه اللي انتوا عاملينها دي؟ انا مش عارف اصلي منكم. انتوا ايه في ايه؟ بص يا بابا هاني عمل ايه؟ عمل ايه تاني؟ عملت ايه؟ قولي له. هشام ماشي زعلان منه وسيد دخلت متضايق بسببه. ايه؟ مزودينها يا حاج. هو مين مزودها؟ ده شغل اتنين انت تيجي مخطوبين. انت ومراتك تقعد مالكش دعوه باي حاجه. ازاي ماليش دعوه باي كل ما حاجه؟ تيجي تنكد على الواد انت عايز تبقى في الشغل. طالعين داخلين رايحين جايين انت قدام مالك؟ الناس مزودينها. وانا بتدخل في شؤونك يا اخي؟ وبعدين انا راجل البيت انا اللي اقول مش انت اللي تقول. يا حاج على راسي بس احنا شكلنا بقى وحش. شكلك وحش ليه؟ هو انت اخوها؟ انت حيرنا جوز اختها ومالكش بيه. انا ايه زي اختي مسؤول. برضه يا حاج. بقول لك ايه؟ انا اخش اشوف اختك مالها. يلا بينا هنا نروح. يلا نروح. ده مش عايز اروح. لا والله. واحنا مش جايين ده اللي انت على اصلا عملته؟ عشان نروح. يلا بينا نمشي. نمشي؟ احنا لسه جايين يا ماما. عايز اشرب فنجان قهوه لسه. اقعدي. بتعملي ايه؟ انت مش قاعد مع مراتك جوه جاي تقف معايا ليه؟ شوفي بتعملي ايه.
مش هتبطل حركاتك دي. على فكره مش عايزه اقول لاختي حاجه. هتقولي لها ايه؟ هقول لها اللي انت عارفه كويس قوي. هقول لها ان انت زمان كنت عايز تخطبني بس انا ما رضيتش بيك. مش هقول لها كده. استغفر الله العظيم يا رب، انت انسان مستفز اقسم بالله. يلا بينا يا بنتي اتاخرنا. ايه يلا. ايه ده انتوا الحمد لله على السلامة. ازيك يا اتش؟ يلا بينا يا بنتي خلينا نمشي. معلش يا سامي انا اسفه حقك عليا، معلش يا شامي. يلا يا سهى. مش عارف هو ليه اصلا حاططني في دماغي. مفيش حاجه يا حبيبي، ما تزعلش حقك عليا. طب تعالى بس ادخل. تعالى. حلو والله. طب معلش ادخل بس. ايوه جاي اهو. ايوه خير يا ابني. ازيك يا عم ناجي عامل ايه؟ اهلا وسهلا. هو استاذ هاني بس وقع عليه حاجه في المصنع ونقلناه المستشفى دلوقتي، وانا قلت له هنشوفه بس. يا نهار اسود. طب يلا. السكارف بتاع سالي ايه اللي جابه هنا؟ وايه الورقه دي؟ عيد ميلاد سالي حبيبتي، وعيد ميلاد 25/4، خطوبة سالي، أسوأ يوم في حياتي لما سالي حبيبتي اتخطبت. ايه ده؟ هو هاني كان بيحب سالي؟ انا مش فاهمه حاجه. ردي عليا، ايه اللي بينك وبين جوزي؟ انطقي. مفيش حاجه بيني وبين جوزك يا سهى، انت فاهمه غلط. انا ما اعرفش في ايه. السكارف بتاعك يا هانم ما اعرفش كان في كوموديني جوزي. اسمعيني اتفضلي. ايه؟ حكي عليا يا سالي؟ انطقي. والله يا سهى. طب اقعدي انت فاهمه غلط والله. افهمك كل حاجه. قولي الصح اتفضلي. بصي يا سهى، هو هاني عرض عليا الجواز قبل ما يتجوزك. ايه؟ وانا عشان خاطر سمعته مش كويسه وناس كتير كانت بتشتكي منه انا ما وافقتش بيه. ولما جيت اقدم لك عشان واخدك عند بسبب انه يفضل جنبي، انا حذرتك وقلت لك الراجل ده مش كويس. ولما انت قلتي لي ان انا بحبه خفت تقولي ان اختي غيرانه مني ومش حابه لي خيره. والله دي حقيقه يا سهى، وكنتش عايزه اعرفك حاجه عشان ما تحكيش. انا عارفه انت قد ايه بتحبيه. ده عشان كده كان بيعمل مع هشام كده؟ ايوه عشان كده كانش طايق هشام وكان بيعامله معامله وحشه، وكان بيعمل كده فاكر ان هشام هيسيبني لو عامل لي المعامله دي ومعامله المعامله دي هيسيبني. ليه ما جيتيش وقلتي لي يا زي؟ ما كانش ينفع اخرب عليكي، ما كانش ينفع اخرب عليكي يا سهى. سيبي لي على عمايه. سامحيني حقك عليا والله. انا ما اقصدش، اللي ما كنتش قاصده اللي حصل، بس بجد انت اخت حبيبتي وما كنتش عايزه اكسر بقلبك والله واكسر بفرحتك. عشان خاطري والنبي ما تزعليش وحقك عليا. خلاص يا سيدي. وهو توفى وربنا يغفر له ويرحمه. وانتي اختي حبيبتي وما تزعليش، حقك عليا. انا اسفه. حقك عليا.